السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة أنا جاية لكم بتجربة جميلة جدا. الحاجات دي يا جماعة أنا بعملها لنفسي، وبعدين أنا لما بلاقيها الحمد لله جابت معايا حاجة، يعني جابت نتيجة، فبقولها لكم لأن احنا كلنا زي بعضين. ماشي، هنجيب إزازة زي دي اهي، وهنملاها ميه، يعني نخلي ربع الازازه من فوق فاضي، يعني تملاها الا ربعها كده اهي، الا ربع الازازه، ما تكونش مليانه كلها، الربع بتاعها يكون فاضي من فوق اهي. ماشي يا جماعه، وهنجيب نعمل الازازه دي كده، هنجيب ملح اهو وسكر. ماشي، والميه تكون رايقه اهي. بصوا الميه، شفتوا الميه عامله ازاي في الازازه؟ ازازه زي دي كده. ماشي، هنحط الايه، السكر. ثانيه واحده يا جماعه، ثانيه واحده اهو. نحط الملح اهو، بصي اهو اهو. ماشي، ونحط السكر اهو، السكر اهو اهو. السكر يا جماعه يبقى اكتر من ايه، من الملح. ماشي تمام. وهنعمل كده، هنقفل الازازه جامد كده قوي اهي اهي. ماشي، وهنمسك الازازه نرجعها كده اهي. لازم ندوب الملح مع السكر جامد. ماشي، تفضلي تعملي كده لما ايه، لما الاتنين يدوبوا مع بعض اهو. ماشي اهي، وهنسيب الازازه لما الميه تعمل فيها تروق اهي. ماشي، هتروق الميه. هناخد الميه دي يا جماعه وناخدها في الحوض بتاع المطبخ والحوض بتاع الوش بتاع الحمام، او اي حوض عندك يعني تانية، حسب بقى اللي في بيتك. تمام، وهتكب المية دي في كل حوض شوية، هتكب الماء في الازازة دي في كل حوض شوية، اللي هي السكر بالملح. ماشي، النهاردة ايه يا جماعة؟ مثلا النهاردة الاربع التاني، الاسبوع التاني تعملي نفس الموضوع ده، نفس التجربة، نفس المية دي والخلطة دي، وتكبيها في الحوض. ماشي، الاسبوع الثالث يوم الاربع، التالت اربع بقى، وتعملي على 3 اسابيع، وتكب المية دي في الحوض بتاع الحمام بتاع الوش، حوض المطبخ. وان شاء الله باذن الله، باذن الله رزق، حلالين مشاكل، فك ضيقة، فك حسد، فك ساحر، فك اي حاجة عندك في بيتك، عكوسات، اي حاجة، اي حاجة يا جماعة. وهتحط المية دي وتكبها كده في كل حوض شوية، في كل حوض عندك شوية. ويوم النهاردة الاربع التاني تعمليها، مثلا الخميس يبقى الخميس التاني، السبت التاني، الحد التاني. ماشي يا جماعة، ودي التجربة. ويا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات، في الكومنتات، اي حد جرب اي حاجة وجابت معاه نتيجة يقول لي، ويكتب لي تحت الفيديو في التعليقات. ويا ريت ما تنسوناش باللايك والشير، وفعلوا الجرس. اللايك يا حبيبي عشان يوصلكم كل جديد، وعندك كلمة الاشتراك بالاحمر يا ريت تشتركوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.